السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ خان على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة لكم توحشوني. يا رب كلكم تكونوا بخير. الستات الامارات العسلات اللي بتعلق لي، عايزة اقول لها كلمة جميلة جدا. عايزه اقول لكم ان ربنا خلق كل الستات جمال جدا، ما خلقش حد وحش. كل الستات جمال، كل الستات امارات، بس ربنا خلق كل واحده وفيها ميزه. في واحده ميزتها في شكلها، في واحده ميزتها ان هي ذكيه، في واحده ميزتها ان هي بتلفت الانتباه، في واحده عندها جاذبيه. كل واحده فينا فيها ميزه. فانا عايزاكي تبقي عندك ثقه في نفسك، عايزاكي، مش عايزه اي حد يهزك، عايزاكي تبقي كده حابه نفسك، حابه شكلك، حابه كل حاجه فيكي. انت لما تحبي نفسك اللي قدامك نفسه هيحبك. الثقه في النفس دي اهم حاجه. انا عن نفسي الحمد لله، اللهم لك الحمد، دي ميزه حلوه فيا ان انا عندي ثقه في نفسي رهيبه. والله العظيم مش غرور ابدا ابدا، ولا عمري اكون مغروره. بس الثقه في نفسي دي نعمه ربنا مديها لي. عندي ثقه في نفسي، حابه شكلي، حابه اسلوبي، حابه طبعي. مفيش حاجه فيا انا بكرهها بصراحه، كل حاجه فيا انا حباها. فانا عايزاكي كده تبقي زيي. ما تخليش اي حد ياثر عليكي، ما تخليش راي حد ياثر عليكي. انت طول ما انت صح وماشيه صح وبتعملي حاجه صح، خليكي فخوره بنفسك. زي انا كده، انا فخوره بنفسي. انا من كتر ما انا الحمد لله ربنا مديني ان انا واثقه في نفسي، اي حاجه بشتغل فيها من كتر الثقه دي، حتى لو الحاجه دي لاول مره اعملها بنجح فيها. لان الثقه في النفس دي دفعه انا بديها لنفسي. فعايزاكي ما تشغليش بالك براي الناس، اوعي حد يكسرك، اوعي حد يضايقك. اي حد يضايقك في حياتك زي ما بتعملي على الفيس كده، حظر، اعملي بلوك 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 بلوك، على رأي رضوى الشربيني. اي حد يضايقك في حياتك اعملي له بلوك ايا كان. ما تخليش اي حد يكسرك، لا جوزك، لا ابنك، لا اهلك، لا عيلتك، لا اي حد، لا صاحبتك، لا اي حد اللي يقول لك كلمه تضايقك ولا يقلل من شأنك، اعملي له بلوك من حياتك كلها. معلش انا لكيت عليكم، بس انا ناس كتير بعتت لي على الواتس، وناس كتير علقت لي ان في حد مثلا بيضايقها بكلمه كده ولا كده. ان ما تسمعيش اللي يضايقك بكلمه، ما تسمعلوش. اللي تحسي ان هو مثلا صاحبتك، اختك، تحسي ان هو مثلا مقلل من قيمتك، من قيمتك، خلاص يعني حطيه وراكي، ما تبصيش وراكي، اركني على جنب زي ما بيقولوا. المهم ان انتي اجمل ست في الدنيا واحسن ست في الدنيا، وعايزاكي كده تبقي جميله دايما، تبقي مبسوطه فرحانه بنفسك، تبقي واثقه في نفسك. يلا بقى هعمل لكم اكله كده جميله وخفيفه، ويلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين عندي لحمه مشويه، متبله. هشويها طبعا بس هحشيها فريك. طبعا احنا متعودين ان الفريك بنحشي بيه الحمام والفراخ. النهارده هحشي لكم بيه اللحمه. اللحمه دي كانت عندي جاهزه، انا متبلاها. هقول لكم التتبيله بتاعتها. هعمل رز ابيض ولحمه محشيه فريك، وهعمل طبق سلطه. اكله بسيطه وسهله جدا، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا بينا. التتبيله بقى بتاعت اللحمه انا متبلاها بملح وفلفل، وحطيت السبع بهارات وكبابه صيني، وحطيت روزماري وتوم باودر وبصل باودر. كل التوابل اللي عندي حطيتها، وطبعا طماطمايه وبصلايه. دي كانت تتبيله اللحمه المشويه. طبعا انا دي كانت عندي جاهزه، بس انا كنت منزلاها في حلقه قبل كده ومتبله اللحمه. طبعا انا هحشيها فريك وهعمل رز ابيض. بسم الله. ادي اللحمه كده. طبعا لما تيجي تشتريها من عند الجزار هتقولي له انا عايزه الحته اللي بتستوي بسرعه، عايزه الحته اللي بتستوي بسرعه. هحشي طبعا الفريك. عندي عملته كذا مره في حلقات كتير. انا كده مسوياه، يعني الفريك اصلا كان عندي واللحمه كانت عندي. فانا بسم الله كده هلف كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو كده. وبعدين هقوم عندك الخله بتاعت الاسنان ممكن تعمليها، بس انا مش عندي. انا هربطها كده بالخيط اهو كده زي ما انتم شايفين كده اهو.
كده سهله وبسيطه جدا، وعايزه اقول لكم تبقى جميله جدا جدا. اهو كده رابطه كده بس، وانتي طبعا بتفكيها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هحطها في طبق تاني. هجيب كده اهو. على فكرة اللحمة المشوية طبعا المحشية فريك جميلة جدا جدا، يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي يعني، والفريك اصلا حلو كده. بسم الله اهو كده. زي ما انتم شايفين هجيب بردك الخيط كده عشان ما تفكش مني وانا بشويها اهو كده. وبعد ما بتستوى بقوم شايله. اصلا اللحمه دي بتشم النار بتستوي على طول. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا لفيت اللحمه بالفريك اهي، وربطتها جميله جدا جدا، وفي الاكل فظيعه رهيبه جدا. هعمل بقى طبق السلطه. طبعا الرز الابيض عادي جدا على النار، هعمل عقبال ما اخلص يتشرب الرز هوطي عليه خالص، وهبدا ان انا اشوي اللحمه. هعمل دلوقتي السلطه بالكابوتشي والخيار والفلفل الاخضر والخيار، هو ده اللي متاح عندي. ولو عندي خضره كنت حطيت، بس هو ده الخضره المتاحه عندي حاليا. هقطع دلوقتي السلطه. طبعا عايزه اقول لكم سالوني كتير الستات الامارات خسيتي ازاي، واللي قالت لي محافظه على وزنك ازاي وانتي بتعملي الاكل والحلويات والحاجات دي. اولا انا مش باكل كتير، يعني انا اكلتي مش كتير. لو كلت رز ما اكلش عيش، ولو كلت عيش ما اكلش رز، حاجه واحده يا اما مكرونه. وباكل كميات صغيره طبعا علشان وزني ما يزيدش، لان انا خسيت حوالي 30 كيلو او 25 كيلو مره و30 كيلو مره. في كل بيبي جبته خسيت. انا بقى حاليا بشرب سوائل كتير جدا، بشرب اعشاب. قلت لكم قبل كده في كذا حلقه الاعشاب اللي بشربها، قلت لكم عليها. بشرب قرفه وجنزبيل، وبشرب مراميه وبردقوش، وبنقع ليمون بكمون من بالليل، واقوم الصبح على الريق بشربه. ده جميل جدا، وبصراحه عامل معايا نتيجه. حتى لو انا مثلا يوم اكلت في كنت جعانه وكلت بالليل، انا ما بتعشاش، بس لو كلت بالليل مش بيفرق معايا، لان انا بشرب اعشاب كتير جدا. اولا اهم حاجه العشاء، ما تتعشيش تاكلي حاجات خفيفه، تاكلي زبدايه. لو حسيتي ان انت جعانه بتسلقي بيضه، حته جبنه قريش بتاكليها كده حاف، مفيش عيش مفيش اي حاجه. لو عايزه تاكلي بقى وجعانه وعايزه تسدي نفسك، تعملي ممكن طبق فشار، او تعملي عندك الترمس حلو قوي وبيخسس، بس ما تزوديش فيه الملح، لان الملح بيعمل ميه في الجسم، بيزود الوزن. يعني ما تاكليش حوادق كتير. الملح والسكر اهم حاجه في الرجيم، الملح والسكر. انا بقى بشرب كل حاجه من غير سكر. والحاجه بصراحه اللي كمان مزوده معايا ان انا اخس، الشاي، كوبايه الشاي بالليمون من غير سكر بعد الغدا بنص ساعه. ولو واكله اكله مثلا فيها فيتامينات او فيها حديد او فيها كالسيوم او كده، ما بشربش الشاي، باخد اعشاب، لان الشاي بيفسد الحديد والعناصر يعني بتاعت الاكل وكده. فبيبقى حرام ان انتي ضيعتي كل الفايده دي، لان الجسم بيستفاد منها. والتونه في الفطار في الغدا. واهم من كل ده الطبق السلطه، لازم تاكلي سلطه، تكتري من الخضره، تكتري من المشروبات، الميه، تشربي ميه كتير. الحاجات دي كلها انا بعملها، والحمد لله وزني قل. ولحد دلوقتي والله بعمل الرجيم ده
ولو كلت حلويات باكل، بس باكل بكميات صغيره جدا، وبعد كده بقوم اعمل كوبايه اعشاب، فهو ده اللي مخسس وزني. فان شاء الله انت كمان تثبتي وزنك على الطريقه اللي بقولك عليها، وبعد الساعه 6 ما تاكليش. ولو كلتي يا خضار يا فاكهه يا اما زبادي خضره، تشربي ميه كتير، فشار، ترمس، الحاجات اللي ما بتتخنش تشبعك وما تتخنيش. خلاص قطعنا السلطه، يعني زي ما قلت لك الطبق السلطه ده اساسي، وتاكلي قبل الاكل سلطه كتير، وممكن تعملي طبق زي ده وجبه وتفصصي سمك شوي عليه، او تفضي تصفي علبه تونه من الزيت وتحطيها وتاكلي. وما تكتريش بس الملح، ولو هتحطي تونه بتبقى مملحه ما تحطيش ملح تاني. اهم حاجه في الرجيم، اهم حاجه طبق السلطه. كده خلاص، يلا بينا بقى نشوي اللحمه. زي ما انتم شايفين ادي الجريلا على النار، هنزل بقى باللحمه. بسم الله كده اهو. عايزه اقول لكم سهله وبسيطه جدا وجميله جدا جدا. بعد ما تسخن الجريلا قوي بتوطي عليها النار علشان تستوى براحتها وما تتحرقش منك. وزي ما انت شايفه اتكي كده عليها بالراحه كده. لسه شويه. تقلبيها من جميع الجهات. وزي ما انتم شايفين كده خلاص هي استوت، هطفي عليها. عايزه اقول لكم فظيعه اللحمه المشويه بالفريك، جميله جدا جدا. هنزل بحته فحمه كده علشان ادخنها. بسم الله. شويه زيت، هقفل كده عليها. شايفين كده غرفت الرز الابيض اهو، عامله رز ابيض، وادي اللحمه. عايزه اقول لكم فظيعه جميله جدا جدا، والطعم رهيب بصراحه، رهيب كده بجد. اكله كده تفتح النفس. كده وادي طبق السلطه بتاعنا اهو. بسم الله كده. اكله كده خفيفه بس عايزه اقول لكم جميله جدا جدا يعني كده. اذا بس اقطع لكم حته كده من جوه علشان تشوفوا قد ايه. هشيل بقى الخيط كده. قد ايه هي جميله جدا. كده زي ما انتم شايفين جميله ازاي. عايزه اقول لكم فظيعه ومستويه وجميله جدا جدا. يا رب تجربوا الطريقه دي، يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه وسبسكرايب والتعليقات الجميله بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.